ايه يا جماعة، مش عايزين تساعدوا الست دي ليه؟ ده حتى ديننا بيقول كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. الست دي وجعت قلبي، كنت بقلب بالصدفة كده امبارح وشفت الفيديو بتاعها. الست دي من كفر الشيخ، عندها ابن من ذوي الهمم ومريض سكر ومريض غدة وعنده امراض ما يعلم بها الا ربنا. الولد ركب من كفر الشيخ نزل مصر، راح المهندسين، قاعد هناك في ميدان انس بن مالك بقاله اكتر من 3 شهور من البيت وما خدش جرعة الانسولين. طبعا انتوا متوقعين الولد بقى عامل ازاي، والسكر بهدله. اول ما راح ميدان انس بن مالك وقعد هناك، الناس ابتدت تتعاطف معاه ويدوله اكل. بس بعد كده الولد صحته بدأت ان هي تتدهور ورجليه اتبهدلت مكان السكر، وبدأت الناس تضربه وتمشيه من المكان. بس الولد ما خرجش بره المهندسين. في اي حد بيقول لها ان هو شاف ابنها في اي منطقة في المهندسين بتنزل وبتدور، بس مش قادرة توصله. ودورت في المستشفيات وفي الاقسام، ما سابتش حتة ما دورتش عليه فيها، بس ما هياش قادرة توصل لابنها. يا جماعة الست دي لازم ان احنا نساعدها ونوصل صوتها على قد ما نقدر. اي حد بلوجر، اي حد عنده متابعين كتير، يا ريت يشير الفيديو بتاع الست دي لعله ان هو يقدر يساعدها. ويا ريت يا ريت تشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا، عشان نكون سبب ان احنا نرجع الطفل ده لحضن امه، وكمان عشان تلحق ان هي تعالجه، لان الولد متبهدل اكيد. اي حد من المهندسين يا ريت يساعد الست دي على قد ما يقدر. انزلوا دوروا على الولد، يطمنها عليه ويرجعه لها سالم غانم، ويحفظ اولادنا جميعا. انا عندي طفل من ذو الهمم متغيب بقاله اكتر من 3 شهور. خرج وللاسف معرفش يرجع البيت، فكل الناس ساعدته وكل الناس بتدفع له الاجره وكل السواقين بيتركبوا بتعاملوا على ان هو ولد طبيعي. ياسين طفل مش طبيعي، ياسين عنده تاخر عقلي وللاسف مش بيتكلم مع حد، يعني محدش بيفهم كلام ياسين. تاني حاجه الولد مريض غده درقيه، مريض سكر، وبياخد علاج كتير مخ واعصاب، غير ما عنده مشكله كمان، عنده دهون زايده وعنده حاجات كتير قوي. فانا محتاجه مساعدتكم ان انتوا تساعدوني ان اقدر اوصل لياسين. ياسين خرج من البيت، انا محافظه كفر الشيخ. ياسين خرج من المحافظه وركب القاهره ونزل المهندسين. الله اعلم يعني مين اخده ومين وداه، حسب الله ونعم الوكيل في اللي اخده اساسا او اللي وصله للمكان ده. ياسين كده بقاله 3 شهور في الشارع. اخر حاجه وصلت لها لما الناس شافوني على مع الاعلان ان الولد وصل القاهره المهندسين ميدان انس بن مالك، متفرع من شارع شهاب وسوريا. والناس قالوا ابنك كان موجود هنا وقاعد على الرصيف، وكانوا بيعطفوا عليه وبيجيبوا له اكل. وفجاه لما بدا الولد سكره يعلى بداوا يضربوه يمشوه من الشارع. ياسين مشى من المنطقه وما عدناش عارفين نوصل له.